شبكة HBO معروفة دايما ان هي بتنزل المسلسلات الاعلى جودة ما بين كل منصات الستريمينج سيرفيس، زي مسلسلات كتيرة منهم ذا سوبرانوس وجيم اوف ثرونز وذا ليفتوفرز وهاوس اوف ذا دراجون ولاست اوف اس، واخرهم طبعا كان مسلسل العظيم سكسيشن. ولكن مسلسل سكسيشن مش واخد ضجة وشهرة كبيرة خاصة في الوطن العربي زي المسلسلات ديت، على الرغم انه واخد لحد من اول لما بدأ في 2018 لحد دلوقتي 13 جايزة ايمي، وكمان لسه قدامه فرصة يحقق اكتر مع نزول الموسم الرابع اللي كان لسه منتهي من حوالي 3 شهور كده. ولكن ليه المسلسل دوت مش مشهور قوي كده؟ اعتقد ان السبب ان المسلسل مش بيتروج له جامد، لان المسلسل مفهوش يعني كمية الشخصيات النسوية القوية جدا اللي في هاوس اوف ذا دراجون، او المسلسل مش مليان شواذ زي مسلسل ذا لاست اوف اس. المسلسل ما فيهوش اجندات كتيرة، وكمان بيظهر يعني مجموعة وفئة فاسدة من المجتمع في امريكا، اللي هم الناس الفحشاء الثراء اللي في امريكا. فعشان كده المسلسل دوت مش بيتروج له جامد ومش مشهور قوي، وبالذات عندنا. ولكن المسلسل دوت انا النهارده جاي ادي حقه، واحد من افضل المسلسلات في التاريخ. وهتكلم في الفيديو دوت بدون حرق، فلو لسه ما شفتش المسلسل ما تقلقش، مش هحرق الا في جزئيه بسيطه في الاخر هبقى انبه قبلها وهتكلم فيها بحريه حرق، وخصوصا عن الموسم الرابع. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ظبطنا كده. عايزين نوصل ان شاء الله 1000 مشترك قبل نهايه السنه. نقدر لو انا حاولت يعني ان انا انزل شويه في الفتره ديت، ويلا بينا. قصة المسلسل ببساطة هي عن عيلة غنية جدا عندهم شركة اسمها ويستر رويكو في أمريكا، والشركة ديت بترأسها راجل اللي هو الأب بتاع العيلة اللي هو لوجان روي. وبنشوف أولاده وعيلته وكل الناس اللي حواليه، كل واحد فيهم بيحاول ياخد نصيبه من الكيكة، بيحاول ياخد نصيبه من الشركة. وفي منهم الطماع اللي عايز ياخد مكان الراس الكبيرة، واللي هم أكيد الأربع أولاد بتوع لوجان روي واللي هو الأب في المسلسل. في القصة كده عاملة زي جاد فازر شوية، في حكاية إن مين هيخلف مكان الأب بتاعنا، مش حكاية المافيا خالص. لكن المسلسل من جماله واكتر حاجة عجبتني فيه ان هو بيوريك حياة ومشاكل الناس الاغنياء، اللي هم يعني لدرجة ان هم في المسلسل وسيلة المواصلات بتاعتهم طيارة هليكوبتر. كل ما بيروحوا في حتة يلا يا ابني هناخد الطيارة ونطلع على الكافيه اللي جنبينا دوت. فاللي هو دول اغنياء بشكل مش طبيعي. فالمسلسل هيوريك مشاكلهم الحقيقية جدا وبشكل واقعي جدا. وده ياخدنا لحاجة تانية مميزة قوي في المسلسل دوت، وهي الكتابة جميلة جدا في المسلسل، والحوارات ما بين الشخصيات عظيمة ومش بتمل منها خالص. ومن احسن الحاجات كمان اللي في المسلسل انه فيه كوميديا سودا بتتمسخر على او بتسخر من المأساة اللي كل شخصية فيها، وبالذات الكوميديا اللي ما بين شخصية توم وجريج كانت كوميديا بتفطسني بالضحك. والاتنين دول اصلا من احسن الثنائيات اللي شفتها في اي مسلسل. مادام جبنا سيره الشخصيات فلازم اكلمك عن التمثيل في المسلسل دوت. المسلسل دوت على الرغم ان الممثلين اللي فيه مش نجوم خالص، الا مثلا براين كوكس اللي هو يعني ممثل الحقيقه ما شفتلوش اي حاجه غير المسلسل دوت، ولكن هو بعد السن ده كله لمع في المسلسل دوت، اللي هو خلاص هو عنده حاجه و70 سنه اساسا، ولكن يجي يتشهر في المسلسل دوت. وشخصية لوجان روي اللي بيقدمها الممثل براين كوكس، شايف ان هي يعني كام سنة قدامه الشخصية دي هتكون ايقونية حرفيا زي والتر وايت وشخصيات كتيرة جدا وتوني سوبرانو وشخصيات في جيم اوف ثرونز. هيكون من احسن الشخصيات في المسلسلات طبعا، غير تمثيل الابناء من كندل وشيف ورومان وتوم وجريج. كلهم الطاقم التمثيل كله كان خرافي الحقيقة، وتعلقت جدا بيهم. تمثيلهم خلاني احس ان انا معاهم في الاحداث، اي مشكله بتحصل بحس ان انا جوه المشكله ديت. فدي كانت من الحاجات الجميله جدا في المسلسل. والاخراج برضو في المسلسل دوت متميز بحاجه معينه، ان هي مثلا لما يكون في مشهد حد بيتكلم بيعملوا يعني زي كلوز كده على وشه، كأن المسلسل ده مسلسل وثائقي، كأنه كده عايز يحسسك ان الاحداث دي واقعيه. ومفيش برضو فلاش باك في المسلسل عشان يحسسك ان احنا بنعيش الاحداث ديت، ان احنا بنوثق حاجه تاريخيه.
وان فعلا المسلسل دوت يعني بيوثق حاجات كتير هنشوفها في الواقع لكن بشكل مختلف، ان انت بتشوف حياه الناس الاغنياء دول زي ما انا قلت من شويه. برضو لحاجه من اعظم الحاجات في المسلسل دوت وهي الساوند تراك. الساوند تراك في المسلسل ده عظيمه 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 يعني الانترو بتاع المسلسل ما سكبتوش ولا حلقه. تخيل انا 40 حلقه بتفرج على المسلسل ما عملش سكيب للانترو ولا مره. والموسيقى يعني بيعرفوا يشكلوها على حسب المشهد، مره شغلوها بشكل فريحي يعني ومره شغلوها بشكل درامي حزين. فالحقيقه الموسيقى كانت من احسن الحاجات في المسلسل دوت، ومن احسن يعني الانتروهات اللي انا سمعتها في حياتي، طبعا بجانب الانترو بتاع جيم اوف ثرونز مفيش نقاش. يعني دلوقتي اكون خلصت الفقره اللي من غير حرق، ودلوقتي خلينا نخش على الحرق. وعلى الرغم من موت لوجان روي في الحلقة الثالثة من الموسم الرابع، ولكن تأثيره لحد آخر لحظة في المسلسل. احنا بنشوف في الحلقة الثالثة دي بالخصوص تمثيل رائع جدا من الأبناء. الحقيقة عملوا تمثيل خرافي بان هم ازاي متفاجئين، وبنشوف كمان في الحلقة ديت التوتر والخوف وان احنا مش فاهمين حاجة، هل لوجان روي مات ولا لأ. وفعلا في المسلسل دوت المخرج بيوريك يعني ان قد ايه الموت الفجأة دوت بيكون صعب جدا، وخصوصا لما حد بيموت وهو بعيد عن اهله. ولكن لحد اخر لحظة في الحلقة طب هو مات ولا ما ماتش. حتى هم شخصيات في المسلسل كانوا محتارين، وانا كنت تحسيني قاعد معاهم في المشهد وفعلا محتار اذا كان هو مات ولا لا. وقلت اكيد في حاجه غلط، اكيد هيصحى، لان يعني لوجان روي ممكن يعمل اي حاجه عشان كبرياءه وما يتكسرش، ان هو ما يترجاش عياله ان هم ينسحبوا من الموقف اللي هم واخدينه ضده يعني. فالحقيقه حلقه كانت من اعظم الحلقات في المسلسل، من اعظم الحلقات في تاريخ المسلسلات عموما. الحلقه كانت واخده 10 من 10 على IMDb لحد ما نزل دلوقتي بقت 9.9 من 10 يعني ما فرقتش. وعلى الرغم ان شيف عارفه ان هي كده كانت هتخسر لو باعت لماتسون، وان ماتسون خانها وادى لتوم اللي هي بتستحقره اصلا، ولكن برضه غيرتها من كندل، غيرتها من اخوها، خلتها ان هي برضه يعني كبرياءها ما يقدرش ان هي تخلي كندل يكون هو الرئيس. ونفس الكلام مع رومان لما قعد يعيط ويقول لكندل ليه ما ينفعش يبقى انا، ليه ما كانش ينفع يبقى انا. وكندل اللي حجته الوحيده لما قالك ان هو انا الاخ الاكبر واتعصب وزعل وضربهم ومش عارف ايه. فكل الاحداث ديت وكل اللي حصل دوت كان دليل على ان هم ناس عيال، هم عيال طفولين زي ما قال رومان، قال احنا بلا قيمه، لان هم كانوا لسه امبارح بيحتفلوا بكندل وتاني يوم لا كله غير رايه. فهم عيال زي ما ابوهم قال لهم في اخر مره شافهم انا بحبكم ولكن انتوا مش ناس جديين. وكندل يا عيني بيفشل للمره المليون، زي ما توم قال له انا شفتك بتفشل مليون مره ولكن عمري ما شفت لوجان فشل. عشان كده هو توم كان مكمل معاه، وتوم اللي فعلا يستحق ان هو يوصل للمكانه ديت. واللي يعني توم كان اكتر واحد يتهان في المسلسل، واكتر واحد يعني اتبهدل في المسلسل دوت، من شيف، من كندل، من رومان، من لوجان، من كله. ولكن في الاخر هو ده الثمن الحقيقي، وده الطريقه الصحيحه ان انت ازاي تعمل بلوت تويست وتقعد حد على عرش. ايوه انا بلقح على جيم اوف ثرونز. المهم ما علينا. وتوم وجريج هم فعلا اللي كسبوا من الصراع ده كله، وهم فعلا اللي كسبوا من المسلسل دوت. وكندل يا عيني اتبهدل وربنا صعبان عليا، لان هو تخيل انت كده حد يقول لك انت عندك 7 سنين هو ده هدفك، انت مش هتكون غير كده وتعيش طول حياتك ان انت هتحقق الهدف دوت. فطبيعي الهدف دوت لما ما يتحققش انت تحس ان حياتك بلا قيمه. وبالذات لما كندل قال انا حاسس ان انا لو ما خدتش المنصب دوت انا ممكن اموت. وفعلا كندل في اخر المسلسل انطفى كده، ما بقى يعني واقف قدام البحر في المشهد الايقوني دوت. وكندل فعلا خسر كل حاجه، او خسر الحاجه اللي هو عاش حياته كلها عشانها. شيف اللي بعد ما كان كبريائها طاغي عليها طول المسلسل، خسرت كبريائها بعد ما توم اللي هي كانت بتستحقره، توم بقى اعلى منها، بقت هي فعلا يعني زوجة بجد، مش هي اللي متجوزة توم. ورومان خلاص مبقاش عنده مشاكل، بقى انسان فاضي زيه زي كندل برضو. والنهاية حياة مأساوية جدا ولكن واقعية ومستحقة لكل واحد في المسلسل دوت. وفي النهاية تقييمي لمسلسل سكسيشن هو 10 من 10.
واحد من اعظم المسلسلات في التاريخ، وانتهى نهايه من اعظم النهايات في التاريخ. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب بالذات، والسلام عليكم.